السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معايا، طبعا الصورة تبين قدامكم ان احنا بنعمل حاجة خطيرة ومريبة. فاحنا بنعمل العيش الفلاحي، وبما ان انا بصراحة ماليش في العيش الفلاحي، فانا قلت استعين باختي وحبيبتي وبنت امي وابويا، اختي ام احمد. هي اللي ليها بصراحة صنعة جميلة وتكاتها حلوة قوي. معانا ام احمد جت تدخل العجين، قالت لي لا انا مش هنخله، لازم اعرف حبايبي من الالف للياء هنعمل ايه. ازيك يا ام احمد؟ ومسي على حبايبنا. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده هنوريكم العيش الفلاحي بقى، بس احنا طبعا بنعمل كميات كبيره، بس طبعا عشان الوقت احنا هنعمل كميه صغيره كده عشان نوريكم بس الاكل الفلاحي. وصيهم علينا يا ام احمد بقى ان هم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. بس اهم حاجه لو الاكل عجبكم والعيش عجبكم وتشوفوه بالذات وهو طالع من الفرن كده، يعني فعلوا لنا الجرس، وان شاء الله باذن الله هنقدم لكم كل حاجه حلوه وكل حاجه كويسه، وهنوريكم حاجه الفلاحين بقى، وبعد كده هنوريكم الفطير وهنوريكم العيش وهنوريكم القرص وهنوريكم حاجات كتير ان شاء الله. واعملوا لنا لايك كده واشعروا لنا ان شاء الله. هنوريكم دلوقتي المقادير. احنا دلوقتي بنعمل دقيق بلدي اللي هو تعتبر دقيق القمح في الفلاحين، وبنحط عليه كميه دقيق زيرو شويه صغيرين. يعني انا دلوقتي يعتبر الكميه 3 دقيق بلدي، وهنحط مثلا عليهم كيلو دقيق زيرو. المقادير معانا معلقه خميره، معلقه خميره بيره اسمها، مش خميره فوريه عشان هي دي اللي بتبقى خميره بيره دي يا جماعه بتاعت الفلاحين اللي على اصول، وبتاعت المخابز، وبتاعت المخابز اللي هي بتخبز. ما فيش حد مخبز بيخبز لك من الخميره الفوريه. ومعلقه سكر عشان تحمر الرغيف وتحش، يعني لازم يتحط سكر عشان الرغيف وهو طالع من الفرن بيبقى محمر كده وحلو. اي حاجه منك سكر يا ام احمد والله. معلقه ملح، اولا هي دي بتبقى سنه، وعشان العيش طبعا وانت بترحيه ما يلزقش في ايدك، يعني لازم الملح عشان وانت بترحيه او انت بتعجنيها هتشوفي معانا العجينه ما تلزقش في ايدينا. ونبتدي كده، احنا ما رضيناش نعمل اي حاجه من البدايه، قلنا نعمل معاكم كل حاجه. يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا احنا عارفين دلوقتي التعقيم والجلافزات والجوانتيات، بس ما فيش حد بيعجن عيش غير لازم يكون بايده، وهو ده شغل الفلاحين. تمام. الله عليك. ايدينا متنضفه ومغسوله وكل حاجه. ايوه كده، انا عايزاك تقولوا لهم الكلام الجامد ده. من غير ظروف البلد اساسا هو ده اللي احنا بنعمله، حتى لو في الفلاحين وفي الغيط لازم ايدينا تتغسل كويس جدا. كده الناس تاخد عنك فكره ان انت قاعده في الغيط. انا اولا مش فلاحه، بس حماتي مش عارفين ان انت قاعده في سرايا. حماتي اللي معلماني كل حاجه. وبصوا يا جماعه، والدتي طبعا. بصوا انا بدخل دلوقتي الدقيق عشان بيطلع منه كميه رده، او اي حاجه لازم تتنخل برضو. الحاجه جايه طبعا من السوبر ماركت من العلاف، لازم كل حاجه تبقى ايه، نضيفه كده. سامعين يا جماعه؟ الطرقعه بتاعت المنخل دي مش اي حد، ده حركات وتكات ام احمد بس. يعني انا لو قعدت سنين كده طرقع مش عارفه اطرقع. فاحنا لما نتكلم عن الطرقعه نتكلم ونقول ام احمد. يلا احنا هنكمل بقيه الدقيق ونرجع معاكم. وام احمد اهي يا جماعه نخلت الدقيق وطلعت منها الرده ديت. الرده ديت عند ام احمد ليها لازمه علشان بترشها على الصينيه او طبليه اللي بتقرص عليها العجين. انا كمان الرده ديت ليها عندي، يعني بعمل منها عيش السن، وبحط منها العيش المشبع بتاع الدايت طبعا وانتوا عارفين. والرده نحبها في الكبده البانيه. فاحنا استخداماتنا للرده كتير، واحده واحده هنعرفها مع بعضينا، بس انا حبيت اعرفكم الرده اللي اهي اللي طلعت من الدقيق. اوكي نبتدي. يلا يا ام احمد. احنا دلوقتي هنروح حاطين الميه، شويه ميه صغيرين، ونروح حاطين عليهم الملح والسكر، ونعمل بقى زي ما بالتالي كده العجين، ما بنقلبوش، هي الميه والملح الميه والملح في السكر، فهي بتدوب مع نفسها كده على طول. نروح حاطين الخميره في شويه ميه كمان كده، ونبتدي بقى نروح عجنين. كده الميه ام خميره احنا بنحطها واحنا بنعجن برضو.
ما بينفعش نحط الميه كلها مره واحده، عشان ساعات الدقيق بيشرب ميه ما بيشربش ميه، وعشان كمان يبقى فيه روح لما تيجي ترحيه على ايدك او تيجي تخبزيه ما يبقاش سايل منك، يعني لازم شويه بشويه. يا جماعه بالمناسبه انا عايزه اقول مره كلمه. واحده الدقيق الميه تنزل. انا عايزه بالمناسبه ان انا اقول كلمه مهمه جدا. انا النهارده هعمل معاكم عيش، بس انا بحدف بالمطرحه، يعني بروح على ايدي احدف بالمطرحه، بخاف من الفرن ان انا احدف بايدي. ام احمد بقى بترحي وبتحدف بتحدف بايديها، فهنشوف كده ونشوف كده. يلا زي ما انتم شايفين كده هي عماله تديكوا تكاتها بنقطه بنقطه، وانا لغايه دلوقتي مش عايزه افصل علشان خاطر ايه، اعرفكم بالظبط. هي هتلم الدنيا وهرجع لكم. ورجعنا مع ام احمد. عملتي ايه يا ام احمد بقى واحنا غايبين عنك؟ احنا كده عجننا خلاص العجين زي ما انتم شايفين اهو، عشان يبقى كويس كده بالظبط اللي انا مورياكم، لا لين ولا متماسك، يعني عشان لما اجي اقطعه كده اهو. يا سلام، تمام. مش اي تقطيعه دي. اهو بصي بصي عامل بصي ازاي. بصي. لا لا لا. ولما يخمر طبعا هيبان اكتر. تمام. انا كنت طبعا بنعمل كميه كبيره، بس زي ما احنا قلنا في الاول احنا عاملين كميه صغيره عشان تشوفوها الاول. انا عايز اسالك سؤال يا ام احمد، صحيح انا كنت بسمع زمان قوي قوي كانت ستي لما تيجي تعجن تقول مقوله كده، وكنت دايما استغرب هي بتقول ايه، كانت بتقول اما ايه؟ تيجي تقفل العجين في الاخر خالص تروح رشه دقيق تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وتقول للعجين سترتك في الدنيا استرني في الاخره. ولو اتاخر شويه في الخمر تخش تقول له ايه، يا عجين فور فور صحابك من غير فطور. ده بقى كلام الفلاحين بقى اللي هو عشان يفطروا العيله. الله عليكي الله عليكي. وطبعا لو الكميه كبيره طبعا كنت هتشوفوا الطب بقى وكده وحاجات كده، عشان العجين لازم يتطب ويتخبط كده عليه. بس طبعا عشان الكميه صغيره فانا مش عارفه اطبه كويس جدا، بس في مره تانية هنعمل الكميه الكبيره وهتشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله بقى في العقيقه بقى في فرح بقى يكون عندنا فرح كده ان شاء الله، نجيب ام احمد برده وتخبز معانا باذن الله. دلوقتي احنا هنقفل العجين زي ما انتم شايفين كده اتعجن خالص اهو. ماشي. نعمل له كده ونتشهد عليه نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وسترتك في الدنيا واسترني في الاخره رسول الله. تمام كده. ماشي. ونروح حاطين شويه دقيق كده فوق على الوش. تمام. وتروح مخبطه عليه كده. هو المفروض اي عجين من العيش يعني بيبقى عشان نعرف انه خمر ازاي، يبقى قراطين يعني صباعين بالظبط كده. فاحنا بناخد حته عجينه صغيره كده عشان تعرفوا ان هو خمر ولا لا، وبتروح عامله قراطين كده بالظبط وتروحي حاطاه كده. ساعه ما العجين يوصل للعلامه دي نبتدي بقى نشتغل عليه. دي تكه جديده بقى، دي تكه المفروض كده ان هو هيتغطى كويس ويقعد في مكان دافي، مش في الارض ولا على حاجه ساقعه ولا في تحت تكييف ولا قدام مروحه. بيتقفل عليه مكان ويتغطى بملايه بكفرته لحد ما يوصل للعلامه. ساعه كده وتقوموا تشوفيها هيكون وصل للعلامه ان شاء الله، ونبتدي معاكم من تاني. وهنرجع لكم يا جماعه بقى بعد ما العجين يخمر عشان نشوف حركات ام احمد لما قعدت تعمل الهوب كده بحته العجينه، نشوفها تعملها تاني ازاي. خليكم معانا. مساء الخير يا جماعه. كده العجين بعد ما خمر هنوريكم بقى بيتقرص ازاي ويتقطع عشان يتخبز. في ناس بتقرصه على دقيق وعلى ميه وعلى زيت، انا بحب اقرصه على ميه زي ما انتم شايفين كده عشان وشه ما يبقاش ناشف ويفضل طري لحد اخر. بصوا يا جماعه كده العجين بعد ما خمر بنقطعه اهو زي ما انتم شايفين عشان نجهزه للخبيز. بنقطعه على ميه عشان يفضل لاخر رغيف طري، ما يبقاش الوش فيه اي حاجه ناشفه كده اهو بالظبط.